على فكرة يا صاحبي، هو الموضوع كله قرار، والقرار قرارك انت. لو انت ما نويتش تاخد قرار ان انت تتطور، محدش هياخد القرار ده بالنيابة عنك. هو قرارك في الاول وفي الاخر. قرارك ان انت تتطور، ان انت تتعلم، ان انت تتعلم مهارة، تتعلم لغة، تتعلم برمجة، ايا كان اللي انت حبه. الكلام كله بقى سهل، بقى سهل وببلاش. اليوتيوب والنت ما خلوش حاجة. فكونك ان انت مكسل دي بتاعتك انت، كونك ان انت مش قادر دي بتاعتك انت، كونك ان انت عايز تضيع عمرك دي بتاعتك انت. بس في الاخر ما تجيش تندم وتزعل وتقول الدنيا وحشه. لا يا صاحبي، انت اللي قدرت نفسك وانت اللي عملت في نفسك كده. انا لو رجع بيا الزمن تاني لسن 20 سنه، في ظل التطور اللي احنا فيه ده اهو، انا كنت زماني لما يبقى عندي 40 سنه ولا 45 سنه، كنت زماني بقيت حاجه كويسه في ظل التطور اللي احنا فيه ده. فاستغلوا التطور، استغلوا ان التعليم بقى ببلاش، استغل ان الموضوع بقى سهل. بس هو الفكره كلها ان انت تدور يومك، تدور وقتك ازاي. تفضلش مقضيها على الموبايل من انستجرام لفيسبوك لتيك توك، وتيجي تقول لك الوقت بيضيع. لا، هو الوقت مش بيضيع على فكره. انا الكلام للبنات وللصبيان، وكل اب وكل ام لازم يراعي عيلهم في الحته دي. ان انت ما تخليش عيلك مضيع يومه على الموبايل، ما تخليش عيلك مضيع وقته على الفاضي ويجي يقول لك انا مفيش وقت، ما بعملش، مش لاقي وقت، ما بسويش. لا، ده منكم انتوا ومن من الشاب نفسه او من الولد نفسه او من البنت نفسها. فبعد اذنكم، طوروا عيالكم، وخدوا حاولوا خلوهم يطلعوا فلوس من الموبايل اللي هم ماسكينه ده. على فكرة يطلع منه فلوس، هيتعلم منه مهارة، هيتعلم منه لغة، هيتعلم منه شغل، هيتعلم اي حاجة منه تخليه كويس قدام. استغلوا التطور التكنولوجي اللي احنا فيه لمصلحتكم مش ضدكم. سلام.